بيبدأ فيلم النهارده ببرلين ألمانيا سنة 1995. واحدة بتقول لواحد المفروض اقعد معاك كتير قوي عشان اعرف انت بتفكر ازاي. هتعمل ايه النهارده؟ قال لها هقابل بنتي، كانت مسافرة بره بقالها سنة. لبست وقالت له سلام انا ماشية. وقف في الشباك وبيبص على الترام، شايف نفسه وهو صغير. ابتدى يرجع بالذاكرة، كان راكب الترام وشكله تعبان قوي. ألمانيا الغربية سنة 1958. كان ماشي في الشارع والدنيا بتمطر ومش قادر يمشي. دخل مدخل بيت ومش قادر يقف. قعد في المدخل وواحدة عدت عليه، رجعت وبتقول له شكلك تعبان قوي. كان بيعيط، قالت له معلش واخدته توصله على بيته. قال لها خلاص بيتي على اخر الشارع، شكرا ليكي. قالت له سلام، خلي بالك من نفسك. روح على بيته واهله عرفوا ان هو تعبان ومحتاج دكتور. الدكتور كشف عليه وقال انه عنده حمى ولازم يفضل في السرير كام شهر. امه قالت هنعزله في اوضته. بعد فتره من العلاج بقى احسن. بيقول لامه اليوم اللي انا تعبت فيه في واحده هي اللي ساعدتني وهي اللي وصلتني على البيت. اخد ورد وراح عندها. دخل الشقه والباب كان مفتوح. شافها وبيقول لها جبتلك ورد عشان اشكرك. ما كانتش مهتمه بيه وبوجوده وكانت بتكوي اشيائها. بيقول لها كنت عايز اجيلك من فتره بس كنت لسه تعبان. كان ماشي، قالت له استنى هننزل مع بعض انا رايحه على الشغل. استنى لحد ما اغير هدومي. كانت بتلبس وهو واقف بيبص عليها، كان مركز قوي وهي اخدت بالها انه بيبص. اتكسف وفتح الباب ونزل جري على تحت. كانت شغاله مضيفه في شركه سيمنز. كان راكب الترام وبيبص عليها ومتابعها. سبقها على البيت. روحت لقيته واقف على السلم. قالت له في جردل تحت املاه فحم وهاته. ملا فعلا وبهدل نفسه. بتقول له شكلك مضحك يا ولد، مش ممكن تروح كده، ادخل خد دش. بتحضر له الحمام وهياخد دش. بتقول له يلا مش هبص عليك، هات الهدوم. وقفت وبتبص عليه. خلص دش وخدت له البشكير. حصل بينهم علاقه. قاعد على السفرة مع أهله بيفكر في اللي حصل. كانوا واخدين بالهم إن هو مش طبيعي. قال لأبوه أنا بقيت كويس ولازم أرجع المدرسة. خلص المدرسة ونازل جري رايح على هناك. دخل عندها وكانت لسه راجعة من الشغل. بيقول لها اسمك إيه؟ قالت له أنت جيت هنا 3 مرات وأول مرة تسأل. ماشي يا ولد، أنا اسمي هانا. وأنت اسمك إيه؟ قال لها مايكل. كان في المدرسة وبقى كل يوم يخلص ويرجع جري عند هانا. بتقول له ما قلتليش أنت بتدرس إيه في المدرسة؟ قال لها بدرس لغات. معايا مسرحيه حلوه خدي اقريها. قالت له لا، احب اسمعها منك. ابتدى يقرا لها القصه. بتقول له انت شاطر قوي في القرايه. كانت في الشغل وراح وقف في العربيه اللي ورا وهي شافته وزعلت. سبقها على البيت وبيقول لها ليه اتصرفتي وكانك ما تعرفينيش؟ قالت له انت اللي عملت كده، ليه ما جيتش في العربيه اللي انا فيها؟ لو سمحت سيبني لوحدي دلوقتي، انت اصلا ما تهمنيش في حاجه. طلع بره وكان بيعيط. رجع لها تاني وقال لها مش عارف اقول ايه، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. قالت له خلاص سامحتك. معاك كتاب النهارده؟ قال لها اه. قالت له خلاص احنا هنغير النظام، تقرا لي الكتب الاول وبعد كده حب براحتك. كان بيقرا لها كل يوم وكانت بتتاثر قوي بالقصص كل يوم من غير ما تزهق، وكان بيمثل القصص حلوه قوي. بتقول له كفايه كده قرايه النهارده. طلعوا مع بعض رحله بالعجل ومايكل حبها قوي رغم فرق السن اللي بينهم. قعدوا ياكلوا وشكلها مش عارفه تقرا المنيو. كانت بتبص على الاطفال اللي بتعرف تقرا. خلصوا اكل، بتقول له يا ريت يكون الاكل عجب والدتك. راحوا على كنيسه ودخلوا. قعدت تسمع الترانيم وكان بيبص عليها ومبسوط وهي كمان كانت مبسوطه. كان بيكتب قصيده وبيقول لها عنك، اكيد هتقريها في يوم من الايام. كان ماسك القصيده وبيفكر. راح على مكان شغله، كان محامي. رجع تاني وهو صغير وفي المدرسه. كان في بنت زميلته معجبه بيه، كانت حلوه وكان بيبص عليها. كانوا مع بعض بعد المدرسه في الميه. قام وقال لهم لازم اروح مكان اشوفكم بكره. راح عليها جري وقال لها معايا كتاب جديد، السيده صاحبه الكلب. وهي في الشغل مديرها نده عليها، قال لها التقرير المكتوب عنك كويس، هنرقيكي وهنشغلك في المكتب. طبعا زعلت جدا. كان مع اصحابه وهيعملوا له حفله عيد ميلاده. اعتذر وقال عندي ميعاد. زعلوا منه ومشوا. كان قاعد بيقرا لها قصه وشكلها كان متضايق جدا عشان مش عايزه حد يعرف انها اميه، ولو اترقت وقبلت الترقيه هتتكشف. كان مع اصحابه ودماغه مشغوله بيها. كانت لمت هدومها وماشيه من البيت. جري كالعاده ورايح على هناك. الباب مفتوح، استغرب ودخل. مش موجوده وهدومها مش موجوده في الدولاب. عارف انها مشيت هيتجنن. نايم على السرير وبيعيط. رجع على بيت اهله. امه بتقول له كلنا كنا عارفين انك هترجع لنا في النهايه. في القاعه لوحده وبيفكر. راح عشان يشوف بنته جوليا. قابلها وكان مبسوط. بتقول له انا مبسوطه ان انا رجعت على برلين، مش هسافر تاني. بيقول لها عارف ان انا كنت صعب معاكي شويه، انا مش منفتح على اي حد. وصل بنته ورجع بالذاكره لما دخل كليه الحقوق. كان في منتدى وكان بيحضروا عدد قليل من الطلاب. كلية الحقوق سنة 1966. الأستاذ وصل وبيقول مجموعة صغيرة لكن ممتازين. زميلة مايكل في الجامعة كانت معجبة بيه. راحت له وبتقول له أنت جد قوي كده ليه؟ عندك شغل النهاردة؟ قال لها النهاردة عندي لكن مش كل يوم. كانوا رايحين يحضروا محاكمة كنوع من التدريب. كان في شرطة كتير وإعلام. القاعة كانت زحمة جدا. محامين كتير ومتهمات كتير في قضية واحدة. المحكمة بتنادي، سمع اسم هانا. مش مصدق ودانه، سمع صوتها. القاضي بيقول لها اشتغلت في قوات الأمن الخاصة سنة 1943. انت كنت شغاله في مصنع سيمنز، سبتيه ليه وانت كنت داخله على ترقيه؟
بتقوله سمعت ان قوات الامن عندهم وظايف فقدمت، كانوا محتاجين حارسات، اتعينت في المعتقل واشتغلت. مايكل سامع مروح في القطر ومقريف جدا. الاستاذ بيقول اللي بيحكم البلد القانون مش الاخلاق، الشغل في المعتقل وظيفه. القاضي بيقول لهانا الكتاب ده واحده من السجناء اللي نجت هي اللي مؤلفاه، كانت في المعتقل وهي طفله. بتقول انكم كنتوا بتنقوا السجناء كل اخر شهر بتنقوا 60، كنتوا بتبعتوهم على معتقل تاني. قالت له مظبوط. قال لها زمايلك بيقولوا انهم ما شاركوش في الموضوع ده. قالت لا، كنا 6 حارسات وكل واحده كانت بتنقي 10. قال لها ما يمكن انت اللي كنت بتعملي كده لوحدك، كنت بتبعتيهم للموت. قالت له كان في سجينات على طول وكان لازم نفضي مكان للجديد. قال لها كنت بتختاريهم عشان يموتوا. قالت له لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ مايكل كان بيحضر الجلسات وقلقان. دخلت اللي الفت الكتاب. قالت لما كان حد بيتعب كانوا بيودوه المعتقل التاني عشان يموت. قال لها تعرفي الحارسات؟ قالت اه. قامت وابتدت تشاور على كل الحارسات اللي كانوا موجودين ومنهم هانا. كملت كلامها وقالت كلهم كانوا بيختاروا، الا هانا كان ليها طريقه معينه، كانت بتختار البنات الصغيرين، كانت بتاكلهم وتنيمهم وتطلب منهم يروحوا لها بالليل. كنا فاهمين غلط، لكنها طلعت بتخليهم يقروا لها الكتب. كنا بنفتكرها طيبه لكنها كانت بتبعتهم بعد كده على الموت. الست اللي فضلت ام البنت كانت بتقول شهادتها هي كمان. عملوا لنا مسيره للموت. في اليوم ده وصلنا على قريه، الحارسات باتوا في بيت القسيس والمساجين في الكنيسه. حصل غاره وقصف في نص الليل. البرج اتحرق، بعد كده عوارض الخشب اتحرقت. كلنا جرينا على الابواب كانت مقفوله من بره. المكان كله اتحرق ومحدش جه فتح لنا. كل السجينات ماتوا، انا بس اللي نجيت. في الندوه والولد بيقول للاستاذ 6 سيدات بس راحوا للمحكمه، هم بس اللي مذنبين واشرار، بس عشان واحده الفت كتاب. عارفين في كام مسجون في اوروبا؟ كلنا عارفين كل حاجه. رايح عند المعتقل ودخل وابتدى يشوف المكان وقسوته. طبعا المكان كان مهجور، جزم كتير قوي مرميه بالملايين. القاضي بيقول الابواب ما اتفتحتش ليه؟ بتقوله ده شغل وما كانش عندي اوامر، الفوضى كانت هتملى المكان، كل حاجه حصلت بسرعه ومحدش لحق يعمل حاجه. قال لها زمايلك اتقدموا بادعاء ضدك ان انت كنت القائد، انت اللي كتبتي التقرير. بتقول مش صح. زمايلها قالوا لا صح، انت اللي كتبتي. القاضي قال لها خلاص هناخد عينه من خطك عشان نحدد انت اللي كتبتي ولا لا. قالت لا خلاص انا اللي كتبت التقرير. ودت نفسها في داهيه عشان محدش يعرف انها اميه. مايكل ابتدى يجمع انها ما بتعرفش تقرا وتكتب. راح للاستاذ وقال له لو عندي دليل ينقذ المتهمه. قال له ايه المانع انك تقدمه؟ قال له المتهمه مصره انها تخبيه لانها حاسه بالخزي. قال له روح واتكلم معاها. راح وطلب زياره. نزلت على الزياره واستنت، ما قدرش يدخل لها وقرر يمشي من غير ما يتكلم. انتهى الوقت ورجعت على الحبس. راح عند زميلته ودخل عندها. قالت له اظن ان انا سبتك براحتك، الكابتن ما بيضيعش وقت. يوم النطق بالحكم مايكل كان موجود. المحكمة حكمت على زميلها بالتحريض في 300 قضية، وحكمت على هانا انها المجرمة في 300 قضية. الحارسات كل واحدة اخدت سجن 4 سنين و3 شهور، هانا بسبب اعترافاتها السجن مدى الحياة. مايكل كان بيعيط في الطريق ورجع تاني وبنته لسه صغيرة. ألمانيا الغربية 1976. راح بيها على أمه. بيقول لها عارف إن أنا ما باجيش كتير بس معلش أنا هطلق مراتي وأخدت قرار. بتقول له ما حضرتش جنازة أبوك وجاي تقول لي دلوقتي إن أنت هتطلق؟ بيقول لها زيارة البلد دي مش سهلة عليا. طلع الكتب اللي كان بيقراها لهانا وكان بيفكر. جالها طرد وراحت تستلمه. شرايط كانت بالقصص ومعاها مسجل. مايكل سجل لها القصص اللي كانت بتحبها بصوته وعرفت إن هو مايكل. ابتدت تفتكر كل حاجة بينهم، قصص كتير وشرايط كتير وهي بتسمع. هانا ابتدت تجيب كتب القصص من المكتبة وتسمع الصوت وتتعلم الكتابة. حفظت شكل الكلمات وتعلمت فعلا. غرب برلين 1980. بعتت له جواب شكرا على الأخير أيها الولد، أعجبني حقا. كان متلخبط يعني بتعرف تقرا وتكتب ولا لأ. وقف عنها القصص. بعتت له كتير وهو خلاص مش هيبعت. جواباتي بتوصلك ولا لأ؟ ركنوا جنب اخواته. قعد 8 سنين ما بيبعتش. بعدين جاله تليفون، واحده بتقول له هنا هتخرج من السجن قريب، قضت حوالي 20 سنه ملهاش حد وانت الوحيد اللي كنت بتتواصل معاها، هي محتاجه بيت وشغل عشان تقدر تكمل، العالم دلوقتي هيبقى مرعب بالنسبه لها. قال لها تمام هتصرف. راح على السجن وقابل المشرفه. قالت له هنا فضلت متماسكه فتره طويله، كان عندها عزيمه قويه، لكن في الكام سنه الاخر اهملت نفسها واتغيرت. راح لها فعلا وكان شكلها اتغير كتير. عرفته وبتقول له كبرت يا ولد. سحب ايده منها. قال لها عندي صديق هيوفر لك وظيفه، وكمان شفت لك بيت تسكني فيه، بيت صغير بس لطيف، المكتبه قريبه وانت بتحب تقري كتير. بتقول له بحب حد يقرا لي. بيقول لها بتفكري كتير في اللي انت عملتيه في الناس؟ قالت له مش مهم افكر ومش مهم رايي، لان الاموات هيفضلوا اموات، انا اتعلمت القرايه يا ولد. قال لها خلاص هاجي الاسبوع الجاي اخدك. قالت له خلي بالك من نفسك ومشي. كانت بتلم كل الكتب وحطتهم على الترابيزه، طلعت فوقهم ووقفت. راح على ميعاد الخروج، دخل الاوضه وكانت خلاص. بتقوله ما لمتش حاجتها وما كانش عندها النية تمشي. سابت رسالة وهقرا لك الجزء اللي يخصك منها. في فلوس في صفيحة الشاي القديمة، اديها لمايكل وهياخدها هي وال7000 اللي في البنك، يوديهم لبنت الناجية من الحريق. بلغي مايكل تحياتي. كان متأثر جدا وبيعيط جامد.
راح على بيت بنت الست عشان يديها الفلوس. قابلها وحكى لها على الموضوع وقالت له مش هقبلها ومش هسامحها ولا هسامح حد. قال لها على العموم ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، هي علمت نفسها في السجن. لو مش عايزه الفلوس انا عندي فكره، هبعت لمنظمه التشجيع على محو الاميه، استاذنك ابعت التبرع باسم هانا. قالت له تمام. نزل من عندها وراح على بلده، اخد بنته وقال لها هاخدك على مكان كنت قلت لك عامل لك مفاجاه. راح عند قبر هانا، قالت له مين دي؟ قال لها هو ده اللي كنت عايز اقول لك عليه، ده سبب وجودنا هنا. كان عندي 15 سنه، كنت راجع من المدرسه ومروح، كنت مريض، واحده ساعدتني. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.